عفوا، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم عبارة عن إن شاء الله غادي نتكلموا فيه على أنماط التكوين الجسماني. غادي يكون هذا فيديو خاص بالإكتومورف، وفي فيديو ثاني وثالث إن شاء الله غادي يكون خاص بالإندومورف والميزومورف. إذا بالنسبة لنمط التكوين الجسماني أو الأنواع ديال الجسم أو الجينيتيكس، فهو واحد الأنماط جسدية اللي تم التحديد ديالها أو اللي حددها عالم النفس ويليام شيلدن. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا النمط الأول اللي هو الإكتومورف. إذا شنو هو الإكتومورف؟ الإكتومورف هو نوع الجسم النحيف. نوع الجسم النحيف يعني سهل التعرف عليه. باش نعرف راسي أنا إكتومورف يعني الجسم ديالي غادي يكون نحيف، واحد البنية اللي هي هزيلة وحساسة، الخصر والاكتاف كتكون ضيقه، كتله العضلات كتكون محدوده. يعني شخص نحيف. ملي كنقولوا شخص نحيف يعني ظاهري البنيه، يعني البنيه الجسمانيه ديالو كتكون ظاهريه والخصائص ديالها ظاهريه وباينه. اذا شنو هما الخصائص ديال الجسم الاكتومورف؟ بالنسبه للجسم الاكتومورف عنده نسبه قليله ديال الدهون في الجسم. الصدر قلنا ضيق، غالبا الصدر كيكون مسطح، الاكتاف كتكون ضيقه، وكذلك كيكون عنده واحد المعدل ديال الايض اللي هو سريع، واحد الهاي ميتابوليزم او لا واحد المعدل ديال الحرق ديال السعرات الحراريه اللي كيكون هو سريع. هذا المعدل ديال الحرق ديال السعرات الحراريه فهو يعني كيشكل واحد المشكل بالنسبه للاكتومورف، لانه ما كيخليهش يزيد في الوزن. فمع هاد عمليه التمثيل الغذائي اللي كتعمل بشكل مفرط، فالاكتومورف كيحرق سعرات حراريه بواحد الوتيره اللي هي سريعه، يعني كيخلي دائما الاكتومورف في صراع مستمر مع زيادة الوزن. وكذلك بالنسبة لهاد السرعة ديال التمثيل الغذائي أو الحرق العالي أو الهاي ميتابوليزم، فكذلك كتشكل صعوبة بالنسبة للإكتومورف باش أنه تكون عنده واحد الكتلة عضلية كبيرة، وكذلك باش يكون عنده واحد الاحتياطي من الدهون. وهذا الشيء كامل يعني يجعل زيادة الوزن واحد التحدي اللي هو كبير عند الإكتومورف. رغم أنه كياكل واحد كميات كبيرة من السعرات الحرارية، فإن ميل الجسم إلى إنفاق الطاقة بسرعة يؤدي غالبا إلى تغير ملحوظ في اللياقة البدنية. يعني دائما كاين هذا المشكل هذا، واخا الشخص يعني كيقول كناكل بزاف وما كتبانش عليا الماكله. علاش؟ لان عنده واحد الهاي ميتابوليزم. اول حاجه خص يركز عليها الشخص الاكتومورف اللي هي الدايت، الحميه. واحد الدايت اللي غادي تكون مخصصه لهذا الشخص هذا، يعني مخصصه للشخص ديال الاكتومورف، اللي غادي تكون واحد البالانس دايت، ويكون فيها واحد الكالوريز اللي هو عالي باش يغطي الاحتياجات ديال الجسم ديالو، وكذلك يبقى عنده واحد الفائض في الكالوريز باش انه يغطي ليه كذلك حتى مشكل ديال الحرق ديال الجسم ديالو، السعرات الحراريه بواحد السرعه اللي هي كبيره. اذا بالنسبه للحميه او الدايت ديال الاكتومورف، فخصو يركز على واحد المجموعه ديال المغذيات اللي غادي نفرقوا على 4. اول حاجه كومبلكس كاربوهيدرات، يعني الكربوهيدرات المعقده. الكربوهيدرات المعقده فيها الحبوب الكامله، كذلك الشوفان، الارز الاسمر، عندنا الكينوا، عندنا البطاطس الحلوه، يعني مصادر ديال الكربوهيدرات معقده اللي هي صحيه. في المرتبه الثانيه غيكون التركيز على بروتينات. البروتين يعني غادي نحصلوا عليه اما من مصدر حيواني، عندنا اللحوم، عندنا الدجاج، عندنا السمك، عندنا كذلك البيض، وكذلك عندنا مشتقات ديال الحليب، وعندنا حتى مصادر اللي هي فيجي او مصادر اللي هي مثلا كبعض الانواع ديال الخضروات والفواكه. في المرتبه الثالثه اشنو كيجي الهيلثي فاتس او الاحماض الصحيه، او عفوا الدهون الصحيه. هنا الدهون الصحيه فين كنلقاوها بزاف في الافوكادو، كذلك كنلقاوها في المكسرات، كنلقاوها في الزيوت كزيت الزيتون، كنلقاوها كذلك في الاسماك الدهنيه بحال سمك السلمون، سمك السردين وغيرها من الاغذيه. وفي المرتبه الرابعه ما نساوش واحد الحاجه اللي مهمه، اللي هما الفيتامينات والمعادن، اللي هما شي حاجه اللي جد مهمه وعندها واحد الدور اللي هو اساسي في الجسم.
هنا خاص الاكتومورف يعني يتاكد من انه يعني في خلال اليوم ديالو انه كيدخل واحد الكميه اللي هي جيده من الخضر والفواكه، واحد الكميه اللي هي متنوعه ما بين خضار وما بين فواكه، باش يضمن انه كيغطي الاحتياج ديالو من الفيتامينات والمعادن. اذا من بعد ما عرفنا هنايا الحميه ديال الاكتومورف ولا الدايت ديالو، فهاد الاكتومورف هذا شحال خاصو من وجبه، اولا شحال خاصو يعني كشخص اكتومورف شحال خصني ناكل في اليوم، شحال من وجبه خصني ناكل في اليوم، وشحال من مره يعني الوتيره ديال الاكل ديالي في اليوم. فبما ان الشخص الاكتومورف عنده مشكل ديال معدل ديال الحرق العالي، ان الجسم ديالو كيحرق سعرات حراريه بواحد السرعه اللي هي كبيره، فهنا الاكتومورف خصو يلقى واحد البالانس او واحد التوازن ما بين الحرقه ديال الجسم ديالو وما بين عدد السعرات الحراريه اللي غادي يدخل الجسم ديالو. فهنا غالبا يعني خلال الابحاث او يعني درت الابحاث اللي شفت او مجموعه من المصادر، من 5 حتى 6 الوجبات صغيره في اليوم جد كافي بالنسبه لشخص اكتومورف. من جهه غادي يغطي الاحتياج ديالو، يعني من ناحيه المغذيات، يعني من ناحيه الفيتامينات، البروتينات، الكربوهيدرات وغيرها. ومن جهه اخرى انه يعني غادي يكون كياكل على مدار اليوم، عندنا 3 الوجبات الرئيسيه و3 الوجبات الثانويه، وكذلك غادي يبقى ليه غادي يشيط ليه واحد الفائض من السعرات الحراريه، يعني غادي يغذي الجسم ديالو بالسعرات الحراريه اللي خاصو، وهذاك الفائض غادي يواجه به الجسم ديالو بما انه كيحرق سعرات حراريه اللي هي كبيره. السؤال اللي خصنا نطرحه هنايا، يعني اضر دابا اي شخص مثلا يسمع انا يقول غادي شنو غادي يقول؟ غادي يقول انا اكتومورف يعني خصني ناكل 6 حتى 8 الوجبات في اليوم. واش هذه المساله هذه صحيه؟ واش ما كاينش دي يعني مخاطر على الشخص اللي غادي يبقى غير ياكل؟ حيت كاين اللي كيسمع كل راك انت ضعيف خصك تاكل بزاف، كيمشي كيبقى ياكل الاخضر واليابس، الصحي والغير الصحي اللي طاحت فيه الدو كياكلها ما عندوش مشكل. لكن هنا لا، ملي كنقولوا شخص اكتومورف محتاج الاكل، محتاج الاكل الصحي، ماشي واحد النوعيه ديال الاكل اللي هي غير صحيه. اذا قلنا واش كاين شي مخاطر هنا يعني من كثره الاكل؟ بطبيعه الحال كاين مخاطر. واحد يعني كشخص اكتومورف اذا استمر على هذا الروتين هذا ديال كثره الاكل وكثره الوجبات في اليوم، فاول حاجه غادي يعني غادي يكون عنده تكون عنده واحد العاده ديال الاكل غير صحي، يعني غيولي ياكل بزاف. هذه من جهه. قدر ياكل مثلا اكل غير صحي اللي كيكون فيه واحد الهاي كالوريز، يعني فيه عدد سعرات حراريه اللي هي كثيره، وهنا غادي يتجاوز يعني غيولي مدخل واحد عدد السعرات حراريه اللي هي كثيره في اليوم. وهذا الشيء لا قدر الله يعني مع المده وممكن انه يؤدي لمشاكل، يعني مشاكل في القلب، مشاكل في ارتفاع ضغط الدم. والمشكل اللي خايب هو يعني كيطيحوا فيه بزاف ديال الاشخاص بلا ما يشعروا، فانه ممكن انك ديفلوبي السكري او لا تطيح في مرحله ما قبل السكري لا قدر الله. المهم هادو مخاطر الواحد خصهم يديرهم في بالو، باش ماشي غير يسمع الاكل، راه كثره الاكل راه ماشي صحيه وماشي هي الحل باش انك تواجه النحافه ديالك. دائما الاكل كما كنقولوا، الاكل اللي هو غادي يكون اكل صحي واكل اللي غادي ينفعني. وكاكتومور خصني ناكل وجبات اللي هي صغيره ومحسوبه، نحسب الكالوريز ديالي، الاحتياج ديالي. مثلا انا محتاج في اليوم 1500 كالوري، هذا هو الاحتياج ديالي. اشنو كندير؟ انا كناخذ 1500 زائد واحد 500 كالوري زياده، يعني هي غتولي 2000 كالوري في اليوم. كناخذها من مصادر اللي هي صحيه، من اغذيه اللي هي صحيه. وكذلك ما ننساش انني ندخل كذلك المعادن والفيتامينات، لان علاش بزاف ديال الاشخاص اكتومور فاشنو كيديروا؟ كيسمعوا الاكل كياكلوا غير اللي كان. هنا غادي نجيو لواحد النقطه اللي هي مهمه، يعني اشنو هي النوعيه ديال الاكل اللي ما خصنيش ندخل، ما خصهاش تكون في الروتين ديالي. عندنا هنا المأكولات اللي كتحتوي على يعني نسبة عالية من السكر،
يعني كنهضروا على السكر الابيض او السكر غير الطبيعي، ما كنهضروش على السكر الطبيعي اللي كيكون في الفواكه او لا في الحبوب الكامله او لا مثلا في البطاطس الحلوه. لا، كنهضروا على السكر المضاف، السكر الابيض، مثلا كالحلويات، الكوكيز، الكيك بالشوكولات، الكيك اللي هو فيه السكر بزاف، الكوكيز، الايس كريم. حاجه اخرى ثانيه بروسيسد فود. ان البروسيسد فود كنهضروا على مثلا الاغذيه المصنعه، بحال مثلا لي صوص، بحال مثلا الفاست فود، الاكلات السريعه، بحال التاكوس، بحال واحد المجموعه ديال السندويشات، الانستانت نودلز. انستانت نودلز يعني السباكيتي او ديك الشعيريه اللي هي جاهزه، يعني كتوجد في 3 دقائق حتى 5 دقائق، وهذه راه عزيزه على الناس كياكلوها بزاف. عندنا كذلك بالنسبه للدقيق الابيض حتى هو، او لا حتى بعض الانواع ديال المكرونه ولا السباكيتي اللي مصوبه، يعني الاساس ديالها هو الدقيق الابيض. هذه حتى هي ما خصهاش تدخل في الريجيم ديالك. بالنسبه كذلك بعض النوع ديال المأكولات اللي كتكون فيها دهون غير صحيه وبنسبه عاليه كبيره بزاف، بحال مثلا الفرايد، ما هو مقلي، المقليات، البيتزا، عندنا كذلك الشيبس، وكذلك بعض الانواع ديال المأكولات اللي هي مقليه وكتحتوي على واحد النسبه ديال الدهون عاليه وغير صحيه. كذلك اشياء اخرى مثلا بحال البروسيسد ميت او اللحوم المصنعه، بحال مثلا السلامي، الهوت دوغ، السوسيس، يعني جا المورتاديلا، بزاف ديال هاد الانواع ديال هاد المأكولات. فراه هادشي كله غير صحي، يعني ماشي غير مجرد كأنني شخص اكتومورف خاصني واحد العدد ديال الكالوري في اليوم وخصني ناكل بزاف، يعني غادي اللي بانت ليا ناكلها. لا، ما نطيحوش في هذا الغلط هذا. اذا بعد ما تعرفنا على الحميه، كذلك تعرفنا على شنو ما خصش يتكال، شنو اللي خاص يتكال، شنو هما المخاطر او المشاكل الصحيه اللي يقدر يطيح فيها الشخص الاكتومورف، عرفنا المميزات ديالو. اذا هنا غادي ندوزو لمرحله اخرى اللي هي مرحله ديال التمارين. فبالنسبه للشخص الاكتومورف اشنو خصو يدير؟ يعني اول حاجه اللي هي جمع الوزن الشخصي للجسم، يعني بغيه زياده الحجم العضلي. هنا اضافه العدد الكبير من تمارين القوه، يعني هنا غادي كيندرج في سياق التمارين الاساسيه. وكذلك يجب الاهتمام بالتغذيه جيدا. بالنسبه للشخص الاكتومورف، يعني حتى في التمرين، ف3 الحصص حتى ل4 الحصص في الاسبوع فهي كافيه بالنسبه للشخص الاكتومورف. التركيز على التمارين اللي هي اساسيه، اللي كتخدم اكثر من عضله. يعني هنا كنهضروا على يعني استعمال الاوزان الحره. كذلك الابتعاد على بعض الانشطه الرياضيه، مثلا الجري ولا السباحه ولا الدراجه الهوائيه. فهادو يعني غير في الاول، في الشهور الاولى، يعني ديك الشهرين الاولى حتى 3 شهور 4 شهور، يعني الابتعاد عليها. علاش؟ لان هذا النوع من الرياضات كتحتاج واحد القوه، وكتحتاج واحد شنو كدير؟ كتحرق لنا واحد العدد ديال السعرات الحراريه اللي هي كبيره. وهنا الاكتومورف راه هو كيحاول كيقلب على زياده الوزن، ماشي انه باش يحرق السعرات الحراريه او لا انه باش يطيح الوزن. اذا كان هذا عباره عن فيديو فيما يخص الاكتومورف. نتمنى تكون عجبتكم المعلومات، ولا عندكم اي تعليق او اي سؤال فما تنسوش، يعني التعليقات راه مفتوحه. اي سؤال، اي تعليق، اي حاجه. ولا كان معنا شي شخص هنا اكتومورف يعني يشارك معنا التجربه ديالو. ونتمنى الفيديو يكون عجبكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.